بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل عرق الفيليتو. عرق الفيليتو النهارده هنعمله بطريقه جديده، شبيه العرق الروستو، بس طبعا ده فيليتو. الفيليتو ده انه هو بيستوي بسرعه وبيبقى ما بيشدش زي التاني، يعني التاني بياخد سوا، ده ما بياخدش سوا. اول حاجه هنعملها ان انا همسك العرق انضفه من كل الدهون اللي جواه. هبتدي انضف بقى اهوت كده اهو. انا انضف كل الشوائب الدهون اللي جواه، امسكه انضفه كده. طبعا في ناس بيعملوه بالدهن ده، بس ايه، انا ما بحبش الدهن عامه في اللحمه، عشان لما بتستوي باجي اقطعها ابص الاقي طعمها يعني دسم. انا عايزه اطلع الدهون بتاعتها كلها، علشان اما اجي اسويها تبقى كويسه. طبعا الدهون دي بتبقى كويسه في ان الحاجه بتستوي حلو فيها وبتبقى ليها طعم، بس ما بيعجبنيش يعني. فاحنا مع بعض النهارده هوريكم ان العرق الفيليتو ده لما هيتعمل بالطريقه اللي انا هوريكم وصفتها دلوقتي، هتعرفوا انه حاجه حلوه جدا. انا بشيل كل الحاجات دي، الدهن والقشره دي بتبقى حته كده زي غطا في العرق الفيليتو. اقلبه كده واخد دي كده اهو، اشيل دي عشان لما يستوي واقطعه يبقى سهل التقطيع معايا. انت هتجيبي من الجزار العرق الفيليتو تقولي له انا عايزاه بحاله. انت بقى حضرتك هتاخديه تنضفيه كده، وممكن النظافه بتاعه العرق ده احنا ممكن نعمله فيه ايه، نفرمها ونعملها كفته، او نسلقها ونعمل شوربه. انتوا شايفين معايا، شايفين العرق شكله ايه؟ خلاص كده قربت اخلصه. ادي الحته دي بعملها كده، لازم اشيلها. والجزار برضو لو انت ما بتعرفيش تعملي ان انت تنضفي الفيليتو، ممكن الجزار نفسه ينضفهولك، يعني تقولي له مثلا ايه نضفهولي، هعمله زي الروستو. انت ممكن كمان تربطيه، انا بقى ما بربطوش، يعني ممكن كده ممكن كده. طبعا احنا هنقسمه على حتتين، نقسمه على حتتين كده. انا خلاص نضفته تقريبا كله، بشيل اي زوايد مش عجباني في العرق، خليه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده، وباخده كده اهو قطعته على حتتين. شايفين شكله حلو ازاي، واللحم فله فله. خلاص كده انا كده خلاص يعتبر نضفته. خلاص هنروح بقى على النار عشان نبتدي نسويه. ودلوقتي هبتدي معاكم نبتدي نحط المادة الدهنية. عندي زبدة وعندي زيت. طبعا انا حطيت زيت وزبدة ليه مع بعض؟ علشان الزبدة ما تتحرقش. هسيحهم كده اهوت، واول ما تبتدي تسيح وتاخد لون انا هحط اللحمه معايا، يعني انتوا معايا وهتشوفوا كل خطواتي. هنسيح كده الزبده في الزيت، ومش هحط اللحمه الا لما الزبده تاخد لون يعني محروق شويه كده. على فكره يا جماعه الخطوه دي جميله جدا لاي لحمه بتحمروها. حمروا يعني، خلوا الزبده تدي لون متحمره كده، بحيث ان ايه اللحمه دي بتبقى لونها جميل فيها. هتشوفوا دلوقتي اكرمل الزبده، يعني اخلي الزبده كده اكن ايه بكرمل سكر. بصوا ابتدت تكرمل، بصوا اللون اهو ابتدى يتغير. وهاجي بقى اخد اللحمه بتاعتي، شايفين اللون حلو ازاي اهو، عشان لون الصوص بتاعها لما هعمل الصوص ده بيبقى لونه جميل. طيب انتوا بقى عملتوا اللحمه دي تقدموها مع ايه؟ ممكن تقدموها مع رز خلطه، ممكن تقدموها مع يعني رز محمر اللي هو حبايه وحبايه،
ممكن برضو رز ابيض بيبقى حلو جدا معاه، لان دي صوص بني فبنحط الصوص على الرز الابيض بيبقى طعمه جميل جدا جدا جدا. يعني جربوا الوصفه دي والله هتعجبكم جدا. بصوا اللون، شايفين لون اللحمه؟ شايفين اللون الجميل ده؟ وكمان بقى بمناسبه ان شهر دي حلوه قوي قوي في العزومات في شهر رمضان، طريه وانسجتها طريه بتبقى جميله جدا جدا جدا. وان شاء الله ان شاء الله انا هعمل لكم وصفات لحمه كتير حلوه قوي قوي قوي. وبعدين برضو عندي هعمل لكم شويه وصفات للكفته، كفته مشويه، كفته مقليه كده على النار، كفته يعني رز، كفته رز، اللي هي برضو هعمل لكم شويه انواع من الكفته. وان شاء الله اعمل لكم الكبيبه كمان. بس انا عايزه اقول لكم ان انتوا لازم تجربوا الوصفه دي، الوصفه دي هتحبوها جدا جدا جدا. وكمان قريب هعمل لكم كباب حله، كباب الحله ده من وش الفخده، لحمه من وش الفخده. تتحمر كده، تفضل اقلبها شويه بشويه، تتحمر واحده واحده. حته اللحمه دي يا جماعه هي احلى حته لحمه بتيجي من البقره يعني الفيليتو ده يعني احلى حته. انا عندي مثلا عايزه اشوي على الفحم، بجيبها وبشوي اللحمه دي بالذات، بشويها على الفحم بتطلع تحفه تحفه تحفه. ده اللي اقلب فيها كده عشان انا عايزاها تتحمر كويس قوي قوي. السر كله في اللحمه دي ان لازم تبقى متحمره. لو احنا ابتدينا نسويها باللون ده هتطلع فاتحه، مش هتطلع حلوه، مش هتدينا الصوص اللي احنا عايزينه. احنا عندنا كمان الصوص ليه تركيبه كمان، يعني عندي بصل، عندي توم، عندي ملح فلفل، عندي بهارات، بهارات لحمه، ملح، حتى السمنه دي بتكرمل اهي. هنبتدي بعد ما نحمر اللحمه دي كويس قوي قوي، هنبتدي نحمر البصل والثوم. هبتدي دي خلاص خلصت. طيب هعمل ايه؟ هاخد البصل، بيعمل يوجع عين الواحد والله. لو جربتوا الطريقه دي لا تنسوا اي نوع من اللحوم. اتحمر اهو، داخل في التحمير خلاص. بحمره علشان الصوص يبقى كويس، يبقى لونه حلو. في ناس بقى بيعملوا اللحمه دي، وفي حاجه في العطار بودره كده اسمها الديمي جلاس، بيجيبوها وبيقلبوها في معلقتين، يعني معلقتين منها على ميه ويقلبوها ويحطوها على اللحمه فبتبقى صوص. لا انا النهارده بقى هعمل لكم الصوص نفسه هو من اللحمه بتاعتي، مش هزود اي حاجه. وطي على اللحمه، هضيف الملح، هضيف ده قالب شوربه، بس شوربه خضروات، فلفل اسود، ده نص معلقه حبهان ونص معلقه بودره لحمه، بهارات حبهان، ملح، فلفل، بهارات لحمه. ودلوقتي انا خلاص حطيت كل توابلي وحاجتي. هنعمل هنحط ميه كده. الميه دي هي المقدار اللي هيستوي فيها اللحمه. ليه بقى؟ لان انا هوطي عليها، انا مش هسويها على نار عاليه، فانا دلوقتي هوطي عليها خالص وهغطيها بفويل عشان اكتم الحراره بتاعتها كده، وارجع لكم بعد ما اللحمه تستوي. وهنا اكون خلصت الفيديو، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك.